وتذكروا انه علي السوداني قال لكم هاي المعلومه. الامور لحد الان تحت السيطره، اول ثاني ثالث تحت السيطره. استاذ عندي متراكم الفصل الثاني، عندي توالي، عندي توازي، والله العظيم بسرعه ينحل تراكمين. بس اذا تقول لي عندي تراكم فصل رابع او فصل سادس او فصل خامس، لا الامور كلها صعبه. يعني اذا كنا مثلا نسخت بمحاضرات فصل اول او ثاني وثالث ترى امورهن محلوله وسهله ومراجعه نخليها عليه. بس من تراكمي لي فصل من الفصول الجايه، لا انت استسلمي من الفيزياء خليها لو دور ثاني لو السنه الجايه والله. وتذكر هاي الحكايه، صح عدد المحاضرات قليل لكن الماده ثقيله، وبالاخص راح نوصل فصل سابع شويه مزعج الى درجه الفصل السابع، كلامه هوايه ومعقد هو والثامن شويه. فاحنا خليه نبدي بدايه حلوه، انه هذا الفصل ايش قد 4-5 محاضرات، احنا ما عندنا محاضره نفوتها لازم. هي الفصول الكلاميه راح اطبق بها فد نظام زين. مثلا واحده من الشغلات، احنا وقاعدين بالقاعه قاعدين نشرح، شفنا سؤال كلش مهم، يلا خلينا نكتبه 10 مرات سوا. نقعد هيك نجيب لنا دفتر مال مسوده داخل قاعه، مو نفهم ونحفظ، داخل قاعه طلعوا لي دفتر المسوده مالتكم، يلا كتبوا لي مثلا تعريف الموجات الكهرومغناطيسيه 10 مرات.